بتبدأ حكايتنا النهاردة مع ماتياس، وهو رايح يقدم في المدرسة السحرية، وبيكون بيتكلم مع الراجل اللي جنبه. ومرة واحدة بيقوله في وحش جاي علينا دلوقتي. فالراجل بيقوله وحش ايه؟ انت شايف خل على الصبح؟ بس فجأة بيهجم عليهم وحش ضخم، بس ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيطير عليه، وبضربة واحدة بيموته. وبيكملوا مشوارهم ولا كأنه حصل حاجة. وبيوصل للبلد اللي فيها المدرسة وبيبتدي يتجول فيها، وبيعدي من قدام محل بيبيع أسلحة. فبيدخل وبيلاقي بنت واقفة وبتكلم صاحب المحل، وبتترجاه إنه يصلح السيف بتاع صاحبتها في أسرع وقت علشان تلحق التقديم. بس الحداد بيقول لها إنه مستحيل يلحق، وإنه لازم حد يوفر له سحر علشان يعرف يعمل السيف. في الوقت ده ماتياس بيكون سامعهم، وبيقول للحداد أنا هوفر لك السحر اللي أنت عاوزه. بس الحداد بيقول له لا، كبير عليك دي يا حمادة، وخصوصا إن الشعر الرباعية اللي معاك دي فيستك، وحتى لو قدرت توفر السحر لازم يومين علشان أخلص السيف. البنت بتتدخل في الوقت ده وبتقول له قشطة أنا موافق. فبيقول لها أنا ماليش دعوة بقى لو خسرت الجوهرة بتاعتك. تقول له لا، أنا واثقة فيه. وبيقعد الاتنين وبيتعرفوا على بعض، وبتقول لماتياس إن اسمها ألما، وبتعمل السيف ده لصاحبتها لوري. وبتيجي لوري وبتطلع فعلا لوري. ماتياس أول لما بيشوفها بيتهز كده وبيعرفها بنفسه وهو بيتلجلج، ولوري هي كمان بتتهز كده وبتعرفه بنفسها وهي بتتلجلج، وشكلها كده السنارة رمزت. ألما بتقول لها ده اللي هيعمل لك السيف بتاعك. لوري بتفرح وبتشكره. وبعدها صاحب المحل بيجي ويقول لماتياس السيف اهو يا عم الفقير، وريني بقى هتعمله ازاي. ماتياس بيقول له اتفرج علك تستفيد. وبيركز طاقته على السيف وبيقول لهم خلصت. طبعا كلهم اتصدموا. ولوي قالت له خلصت ايه، هو انت لحقت؟ بيقول لها جربي بس الاول وشوفي. ولسه لوي بترفع السيف بتلاقيه جاب الترابيزه نصين. صاحب المحل بينبهر بيه وبيتحايل عليه علشان يشتغل معاه، بس ماتياس بينفض له. تاني يوم بيكون جه ميعاد اختبارات المدرسه، وبيمتحنوهم النظري. وبيجي وقت العملي وبيدخلوهم في قتالات فرديه علشان يشوفوا مهاراتهم. لوي بتدخل على الواد وبتجيب له السيف بتاعه نصين وبتكسب. وبتيجي على ماتياس علشان تشكره تاني على السيف. وبيندهوا على ماتياس علشان يجي دور. وبيدخل وبيلاقي خصمه هو القائد. ماتياس بيقول له هو انت اللي هتلاعبني؟ القائد رد عليه وهو بيستهزأ بيه. ماتياس ما عجبوش الكلام وبيهجم عليه بكل قوة، لكن القائد بيضربه. ماتياس بيبتسم له ابتسامة خبيثة كده، وهوب دبل كيك بيشقلطه ويطير له السيف بتاعه وبيكسب. وبيجي الوقت على الاختبارات السحرية. لوي بتدخل أول واحدة، والمفروض إنها تنشل على الأهداف اللي قدامها، وبتبتدي تقول التعويذة بتاعتها بصوت عالي وبتصيب الأهداف كلها. وبعدها بيجي الدور على ماتياس، وأول لما بيدخل المشرف بيشوف الشارة بتاعته وبيستهزأ بيه. ماتياس بيقول له طب وسع بقى كده علشان ما تتعورش. وبيفعل تعويذة كبيرة وبيدمر المكان كله وبيكسب ويصدمهم كلهم. وبعدها بيلبس ماتياس وبيروح لحفلة القبول، وبيقابل لوي ويفضلوا يسبلوا لبعض. وألما بتقول لهم طب أروح أجيب 2 ليمون أنا بقى. وبيدخل الحفلة والمدير بيرحب بيهم وبيقول لهم أهم حاجة عندنا هنا هي مهارات، ملناش دعوة انتوا مين ولا ولاد مين، وأهم حاجة تطوروا من نفسكم. وقبل ما يمشي بينده على ماتياس وبيقول له بعد الحفلة تعالالي على مكتبي. ماتياس قلق وخاف لا يكون عمل حاجة غلط ويكونوا هيطردوه، وبيروح لمكتب المدير وهو خايف. والمدير بيقول له بص يا ماتياس يا ابني، انت هزمت القائد بتاعك وعملت التعويذة بتاعتك من غير ما تتكلم، وعلشان عارف ابوك ما شكتش فيك ولا في القوة بتاعتك، وعلشان كده انا عاوز منك خدمة، انا عاوزك تساعد المدينة بتاعتنا. ماتياس بيرتاح اخيرا وبيطمن، وبيقول له انه استغرب فعلا لما لقى الطلاب بيقولوا التعويذة بصوت عالي، هما ليه مش بيستخدموا التعويذة الصامتة؟ المدير بيقول له دي مهارة اتنست من زمان ومحدش بيستخدمها دلوقتي. ماتياس بيقول له طب ليه؟ المدير بيقول له احنا في المدينة تصنيفنا التاني في السحر، علشان كده المدرسة اللي في التصنيف الأول هي اللي بتقرر ازاي التلاميذ يتعلموا. فقرروا انهم يلغوا التعويذة الصامتة والطلبة تستخدم التعويذة العادية. ماتياس بيفكر ازاي يحل الموضوع ده، وقطع تفكيره المدير وهو بيقول له الحل اننا نكسبهم في المسابقة اللي بتبقى بين المدارس واللي هتكون بعد شهر. علشان كده انا عاوزك تعلم الطلبة والمدرسين طريقة التعويذ الصامتة. ماتياس بيقول له من عينيا الاتنين. وبيبتدي فعلا يدرب المدرسين، وبعد كده بيجي الطلاب.
وبيقولوا لهم على اللي هيحصل. وفعلا بيدربهم ماتياس وبيخليهم يتمرنوا على اللي اتعلموه. لكن لوري كانت بتواجه مشكلة علشان سحرها ضعيف، بس ماتياس بيستغل الفرصة وبيمسك ايديها ويقول لها لإيه انه بيزود لها طاقته السحرية. وفعلا طاقتها بتزيد وبتبدأ تتعلم وبتكون فرحانة. السؤال هنا بقى، هو ماتياس جاب الطاقة والمهارة دي كلها منين؟ بص يا سيدي، من قديم الأزل يجي من 5000 سنة كده كان في محارب شجاع عنده طاقة سحرية كبيرة، بس هو ما كانش راضي عن الشارة بتاعته وعاوز يبدلها بالشارة الرباعية. علشان كده عمل تعويذة كبيرة جدا نطرته 5000 سنة في المستقبل، وبقى ماتياس بتاعنا. نرجع بقى للمستقبل اللي احنا فيه. بيفضل ماتياس يدرب الطلبة والمدرسين وبيعدي الشهر وبيجي ميعاد المسابقة اللي بين المدارس. ماتياس بيبقى قاعد علشان يجهز ومعاه ألما ولوري اللي بتقوله إنها نفسها إن مدرستهم تكسب بدل ما بيخسروا زي كل مرة. ماتياس في الوقت ده بيحس بحاجة غريبة فبيسألهم عن الشياطين. لوري بتقوله الشياطين مش موجودة في زماننا ده، ولو حصل واحد منهم ظهر محدش هيقدر عليه. ماتياس بيتضايق كده من كلامها وبيروح علشان يشوف هينافس مين، وبرضه حاسس إن في حاجة غريبة. وأول لما بيوصل بيلاقي 3 من المدرسة التانية عمالين يستهزئوا بيه وبمدرسته وبالشارة بتاعته. ماتياس ما بيردش عليهم وبيعرف إن واحد من ال3 دول شيطان ومتنكر وسطهم، فبيتوعد له. والحكم بيبدأ المباراة وبيهجموا هما ال3 على ماتياس. لكن على مين؟ ماتياس بيجيب منهم 2 في شوال وما بيتبقاش غيره هو والشيطان اللي بيفعل تعويذة صامتة كبيرة علشان يضربها على ماتياس. لكن النجم بتاعنا بيصد كل ضرباته وبيهجم عليه وبيخبطوا تعويذة بتخليه يظهر على حقيقته. الشيطان اتصدم والطلاب كلهم اترعبوا، بس ماتياس ما ادالوش فرصة يتحرك واداله القضية وعقده. الطلبة والمدرسين اتلموا حوالين جثته علشان يتفرجوا عليه، ولوري جريت على ماتياس وحضنته حضن أخوي عادي يعني، وكانت مبسوطة بيه. بعدها الملك بيطلب ماتياس علشان يديله مكافأة على اللي عمله. المدير بيروح معاه وبيحكي كل حاجة للملك. الملك بيكافئ ماتياس وبيديله قطعة أرض في المدينة، لكن ماتياس بيرفضها بشياكة وبيطلب من الملك إنه يسمح له إنه يدخل الدماس وياخد منه أي حاجة هو عايزها. الملك بيستغرب بس بيوافق على طلبه. وبعدها الملك بيسأل ماتياس والمدير هتعملوا إيه مع الشياطين. ماتياس بيقوله بعد ما هزمنا واحد منهم هما مش هيسكتوا وهيجوا علشان ينتقموا، وهيكون قدامهم 3 شهور على ما يجمعوا نفسهم وطاقتهم، واحنا كل اللي علينا اننا نحمي المدينة وهنعمل ده خلال شهر بس. الملك بيتبسط جدا وبينبهر بجرأة وقوة ماتياس وبيقرر يعينه قائد المجموعة اللي هتدافع عن المدينة. بيطلع ماتياس من عند الملك وبيروح لألما ولوري وبيقول لهم انه هيروح الدماس علشان يستفيد من ثروته ويزود قدراته، وبيقترح عليهم انهم يروحوا معاه وبيقول لهم انه هيعلمهم القتال. البنات بيفرحوا جدا وبيروحوا معاه وبيوصلوا الدماس وماتياس بيبدأ يعلمهم، وبيجيب وحش صغير كده لألما وبيقول لها نشلي عليه بالسهم، وفعلا بتنشل عليه وبتركز قوتها السحرية وبتقتله وهي مستغربة هي عملت كده ازاي. وبيخليها ماتياس تركز طاقتها أكتر وتحس برابط بينها وبين السهم، وبتعمل كده والسهم بيغير طريقه وبيقتل الوحش اللي كان في مكان أصلا هي مش شايفاه. وماتياس بيقول لها إنها تتدرب أكتر على الموضوع ده، فبتسيبهم ألما وبتروح تدور على وحوش تاني تتدرب عليها. لوري بتروح لماتياس وبتقول له علمني أنا كمان، فبياخدها على حيطة كده وبيكسرها وبياخد حجر ويقرأ عليه تعويذة وبيحوله لمادة تانية، وبيعلم الكلام ده لوري وبيقول لها الشارة بتاعتك بتخليكي تقدري تصنعي الأسلحة، وكمان عندك مهارة إلقاء السحر، يعني هتعملي أسلحة جامدة بفتيكة. لوري بتفرح جدا وبتبتدي تحول الأحجار اللي قدامها لسيوف، وألما بترجع لهم بعد ما اتدربت شوية وبتفرح من المستوى اللي وصلت له لوري. بياخدهم ماتياس بعد كده وبينزلوا للدور العاشر، وألما ولوري طاقتهم بتزيد أكتر وأكتر لدرجة إنهم قدروا يقتلوا ذئب سحري طلع قدامهم. ماتياس بعدها بيعمل لهم جدار حماية علشان يستريحوا فيه، وبيقول لهم اقعدوا انتوا خدوا نفسكم وأنا هنزل للدور ال25. البنات بيتصدموا ويقولوا له انت أكيد بتهزر، 25 إيه؟ ده أكتر حاجة وصلوا لها كانت الدور ال23 وكانوا 40 واحد مع بعض. ماتياس بيقول لهم ما تقلقوش، وبينزل فعلا، وطول الطريق عمال يقابل في وحوش ويقتلها وينزل أكتر لحد ما بيلاقي الحجر اللي كان بيدور عليه، وبيحس بعدها بوجود وحش ضخم
فبيقول بس ده اللي أنا عاوزه، وبينزل له منطقته وبيقتل كل الوحوش الصغيرة اللي حواليه، وبيندى على الوحش الكبير. وفجأة بيظهر تعبان ضخم بس ما بيديش فرصة لماتياس، وبيهجم عليه بكل قوة وبيدمر الأرض من تحتيه. وماتياس هو كمان بيهجم عليه ويقطع حتة منه. التعبان حس بالخطورة فهجم بكل قوة وبلع ماتياس، بس ماتياس الصايع فجره وهو جواه وطلع وبدأ يهاجمه تاني، بس التعبان محصلوش حاجة. ماتياس بيقوله بس انت كده جبت معايا النهاية، وبيطلع حجر سحري وبيكسره، وطاقته انتشرت في المكان وابتدت تتجمع على السيف بتاع ماتياس اللي بيطير على التعبان وبيديله القضية وبيقطع رقبته. وبياخد البنات وراس التعبان وبيطلع على النقابة علشان ياخد مكافأة القضاء على الوحش، وبياخد المكافأة ويمشي. وبس كده احنا خلصنا النهاردة. استنوا الكمالة في الحلقة اللي جاية ومش هنأخر عليكم. وتتقلص إني أقلص، يعني احنا كده خلصنا. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.